ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير وفيديو جديد. بصراحة التون الاصفر ده كان وحشني جدا بقاله فترة وعايز انزل فلتر من النوع ده، بس معرفش بقى انتوا عاجبكم الفلاتر دي ولا ايه الدنيا. فاكتب لي تحت في الكومنتات لو الفلاتر دي عاجباك قولي كمل عليها. مش هتبقى دايما يعني، بس هيبقى في كل فين وفين كده فلتر من النوع ده. تعالى من غير كلام كتير نخش على الفلتر ونشوف ايه الاعدادات اللي احنا عملناها جوه. هنا اللايت، ودي الاعدادات اللي انا عملتها عشان يوصل للون اللي انتوا شايفينه ده. مش اللون قوي عشان يوصل للتون الاضاءة، عشان بعد كده بقى احط اللون بكولر جريدنج. تمام، طبعا اللي مش فاهم قصة كولر جريدنج دي تعمل ايه، كل اللي انا هقوله لك عندك لون ابيض وعندك لون اسود، ده اللون الاسود تمام، وده اللون الابيض. ثواني بس هتفهمني. تمام، انت اظن انت مش فاهم لون ابيض ولون اسود ايه. بص، اللون الاسود ده اللي هو الشادو، تمام، تقدر ان انت تغير لون اللون الاسود، فاهم، تحط له تون كده خفيف على حسب بقى الساتوريشن اللي انت هتعمله. تحط له تون خفيف كده يبقى على اللون الاسود. تمام، ده هنا في الشادو، في الكرة بتاعت الشادو دي. تمام، طبعا لو انت مش عارف تعمل في الكرة دي حاجة، ممكن تنزل برضو على السهم ده وتغير في الهيو براحتك خالص وتزود في الساتوريشن. الساتوريشن ده هو حدة اللون. تعال في اللون الابيض بقى عشان تفهمني اكتر، لان ده اللي متطبق في الصورة اصلا. عندك هنا انا لو حركت مثلا، تعالى على السهم عشان في ناس كتير ما بتعرفش تستخدم الكرة دي. انا لو حركت مثلا سلايدر اللي هو فيه الوان ده كله لحد اللون الازرق، هتلاقي اللون بتاع الاضاءة. انا هنا في اللايت، تمام، في اللون الابيض تلاقي اللون الاضاءة اتحول للون الازرق شوية. عندك هنا الساتوريشن ممكن انت تخليه ازرق بطريقة كبيرة، اللي هو تزود الحدة بتاعت اللون. بس طبعا انا مش عايز اعمل كده خالص، وانا عايز ارجعه اللون اللي هو عليه اصلا، فاهمني. تعال نجرب لون تاني عشان تفهمني اكتر، وعشان اوريك تون احلى من اللي انا وريتهولك ده قبل كده. لو جبنا السلايدر ده هنا، شوف هنا بتغير تحت برضه، تمام، عند اللون اللي هو السماوي شوية، وزودنا الساتوريشن كده، لوك الصورة اتغير خالص وبقى حاجة تانية خالص، فاهمني. فانا هرجعه زي ما هو عشان انا حابب التون الاصفر زي ما قلت لك. وتعالى بقى اللون البرتقاني، وده اهم حاجه عامل الفيديو عشانه اصلا. عندك هنا اللون البرتقاني، انت لو زودت اللون البرتقاني هيزيد برضو مع البتاع، مع الهايلايت اللي انا حاطه اللي هو البرتقاني. انت خليه خفيف خالص، تمام. يعني مثلا لو عايز تغير في اللون ماشي، يعني مثلا تغير اللون البشره تخليه كده وتزود حاجه بسيطه بس مش اكتر، ما تزودش عشان الصوره ما تبصش وتبقى فاقعه ويبقى اللون الاصفر زياده قوي تخليك اصلا تقرف تبص للصوره. وبس كده، دي الصوره قبل وبعد، ودي برضو الصوره قبل وبعد، ودي الصوره قبل وبعد. وبس كده، يا رب تكون الفيديو عجبك، واشوفك بقى في فيديو جديد. ورابط الفيديو، رابط الفلتر تحت في الديسكريبشن. اشوفك فيديو جديد، سلام.